النهاردة هنعمل مع بعض صينية كنافة بالقشطة زي محلات الحلواني بالظبط وأحلى كمان. هنضيف لطبقة القشطة بتاعتنا كده شوية مكونات بسيطة هتفرق معاها جدا وهتخلي طعمها حلو جدا جدا. بصراحة دي أحلى وألذ صينية كنافة بالقشطة ممكن تعملوها. طعمها حلو كده وطبقة الكريمة أو القشطة بتدوب دوبان. وهوريكم كمان ازاي تعملوا شربات الكنافة التقيل من غير ما يسكر معاكم خالص، وهيطلع كده بقوام مظبوط. مش هطول عليكم كتير، بس اول ما نبدأ الفيديو لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. وتعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. هنبدأ أول حاجة نجهز شربات الكنافة، لأن الكنافة بتحتاج شربات تقيل وبارد. هنجهز حلة ونحط فيها كوبايتين من السكر وعليهم كوباية من المية، الكوباية العادية اللي هي المج الفرنساوي اللي احنا بنشرب فيه الشاي ده. وهحط عليهم كمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو معلقتين كبار، ولو مفيش عسل جلوكوز ممكن نحط عسل نحل عادي. باخد بقى الخليط ده وبرفعه على النار، وأول ما بيبدأ بالغليان هضيف عليه معلقة صغيرة من عصير الليمون الفريش، ولو مفيش موجود عصير ليمون هضيف عليهم ربع معلقة من ملح الليمون. وبعد كده ههدي عليه النار خالص وهسيبه لمدة 5 دقايق، وبعدين هطفي عليه النار وهنديله الفانيليا بتاعته وهنسيبه لحد ما يبرد خالص. وتعالوا بقى علشان نجهز الكنافة بتاعتنا. معايا نص كيلو من الكنافة، بعد ما بنجيبه كده بنحطه في الفريزر وبنسيبه لحد لما يتلج معايا خالص أو لحد لما يتجمد. وبعد ما بنطلعه على طول بنبدأ نفركه بإيدينا كده ناعم بالشكل ده، من غير بقى ما نحتاج لكبة أو لخلاط أو أي حاجة خالص. هنلاقيه اتفرك معانا بسهولة جدا. ولو قابلنا أي قطعة ناشفة كده مش قادرين نفركها بإيدينا، القطعة دي لازم تتشال علشان ما تبوظش الكنافة بتاعتنا. وبعد كده هضيف عليها كوباية من السمنة السايحة، ويفضل كمان ان انتي تستخدمي سمنة بلدي، هتفرق معاكم جدا في طعم الكنافة. هضيف كده السمنة شوية بشوية وهبدأ ان انا اقلب الكنافة كويس كده مع السمنة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. عايزين كل مكان في الكنافة يوصل له سمنة، هقلبها كده كويس جدا. وبعدين هبدأ ان انا اضيف باقي السمنة، هضيف السمنة بتاعتنا كده وهقلب كويس. وبالنسبة كمان لحجم الكوباية اللي أنا استخدمتها، استخدمت الكوباية الفرنساوي اللي زي مج الشاي كده، يعني كل نص كيلو كنافة بياخد معايا كوباية واحدة من السمنة. وهنقلب الكنافة بتاعتنا كويس جدا. وبعد بقى ما بنقلب الكنافة كده هضيف عليها 3 معالق كبار من السكر البودرة، والسكر طبعا هيتكرمل معانا وهيدي الكنافة لون حلو جدا، وكمان هيظبط الطعم بتاعها. هنضيف بقى السكر وهنقلب كويس كده من تحت لفوق لغاية كل مكان في الكنافة كده يوصل له السكر. وخلاص بقى الكنافة بتاعتنا بقت جاهزة خالص. هنحضر بقى الصينية بتاعتنا مقاس 26، والصينية بتاعتنا مدهونة كويس جدا بالسمنة. وبعدين هبدأ ان انا اقسم الكنافة بتاعتي على 2. هنحط اول نص كده في الصينية، هنوزعه كويس جدا بالشكل ده زي ما انتم شايفين بالتساوي. وبعد كده هاضغط عليها بكف ايديا كويس جدا علشان تتساوى معايا في الصينية كويس، وكمان يطلع شكلها مظبوط معايا بالشكل ده. وباحاول كمان كده نعمل الصينية بتاعتنا جوانب علشان لما نحط طبقة القشطة بتاعتنا، طبقة القشطة ما تطلعش برا الكنافة وتتحرق مننا. وبعد ما بنسوي الصينية بتاعتنا بنغطيها ونسيبها على جنب، وهنبدأ بقى نجهز طبقة القشطة. هنجهز حلة كده عندنا هنحط فيها 3 كوبايات من اللبن، وعليهم 3 معالق كبار من النشا، ومعلقتين كبار من الدقيق، و3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من القشطة، سواء قشطة معلبة أو قشطة وش اللبن. وهقلب كل المكونات دي كويس جدا جدا على البارد لحد لما يختلطوا مع بعض كويس.
وبعد كده هاخد الخليط ده وبرفعه على نار متوسطة وبقلبه تقليب مستمر، مش هشيل ايدي منه خالص بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعدين هتلاقوا الخليط بتاعنا ده بدأ يتقل معانا ويغلي بالشكل ده. في الاخر خالص هضيف عليه كيس الفانيليا بتاعنا، هضيفه على الخليط بتاعنا في الاخر علشان ما يديش بمرارة. بس خلاص، واول ما يطلع فقاقيع كده يبقى كده خلاص استوى معايا. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ وبعدين هنطفي عليها النار، وهناخدها كده وهنحطها فوق طبقة الكنافة وهي لسه سخنة كده بالشكل ده. وهنوزع بقى طبقة الكريمة اللي احنا عملناها دي على الكنافة كويس جدا، وهنسيبها لحد ما تبرد شوية، وهنسيبها كده لمدة 10 دقايق لغاية لما تتماسك معايا خالص. وبعد ما نتأكد ان هي بردت شوية كده وعملت طبقة كده من على الوش، هنبدأ بقى ان احنا نحط طبقة الكنافة التانية. بردت كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا هوزع بقى طبقة الكنافة بتاعتنا كويس جدا كده بالشكل ده. واضغطوا عليها بقى براحتكم، ما تخافوش ان طبقة القشطة تطلع بره. لا، اضغطوا عليها كده خالص براحتكم بالشكل ده. ودلوقتي بقى انا هسوي الكنافة كويس جدا، وبعد ما بخلص بدخلها فرن سخن على درجة حرارة 200. الفرن بتاعنا هيكون شغال من تحت بس، والكنافة هتاخد في الفرن من 25 ل30 دقيقة، وهتلاقوا الجوانب بتاعتنا هتاخد لون ذهبي كده زي ما انتم شايفين، والكنافة نفسها متماسكة اهي. وفي المرحلة دي هدخلها تحت الشواية يدوب تاخد لون ذهبي جميل كده زي ما هنشوف دلوقتي. وأول ما بنطلع الكنافة بتاعتنا كده من الفرن هنسقيها بالشربات التقيل البارد، الشربات بتاعنا اللي احنا عملناه في أول الفيديو. شايفين بقى قوام الشربات بتاعنا اللي احنا عملناه؟ هو ده قوام الشربات المظبوط. والكنافة بتاعتنا لسه سخنة خارجة من الفرن حالا، هنسقيها بالشربات التقيل البارد، وبعدين هنسقيها من الناحية اللي فوق بالشكل ده. وهنستنى كده دقيقتين كده لحد لما تتشرب الشربات، وبعدين هنقلبها على الناحية التانية. وبعد ما نقلبها على الناحية التانية كده هنوزع عليها شوية شربات بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وكمية الشربات بقى تتحكموا فيها براحتكم، يعني لو حابين تقللوا كمية الشربات او حابين تزودوها، بتبقى حاجة على حسب ذوقكم انتم. هنسيبها بقى لحد لما تهدى شوية ونبدأ نقطعها. تعالوا بقى نقطع الكنافة القمر بتاعتنا دي ونطلع قطعة كده ونشوف هي عاملة ازاي. شايفين بقى ما شاء الله اللون والشكل والطعم والريحة ما تتوصفش. ان شاء الله هتجربوا بقى بنفس الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها، هتفرق معاكم كتير قوي. كل حاجة فيها مظبوطة جدا. وخطوة الدقيق والقشطة اللي احنا حطيناها في قشطة الحشو فارقة في القوام، يعني الدقيق خلى الكريمة كده متماسكة. يعني ببساطة كنافة مثالية وتحفة جدا جدا بجد، ان شاء الله هتعجبكم. كنافة طرية كده وفيها سنة قرمشة من بره. جربوها بقى بنفس الطريقة دي وبنفس المكونات وانا متأكدة انها هتعجبكم جدا. وانا هسيب لكم كل مكونات وصفة النهاردة في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس كده خلاص، انا خلصت فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم واستفدتم منه. ولو انتم اول مرة تشوفوني ما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناة وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.